السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة عندنا تمرينة قوية جدا، رقم 13، عبارة عن مجموعات فرعية قوية جدا لازم نركز فيها، ولازم السباح ياخد التمرينات دي باستمرار. يعني التمرينة دي هتلاقيها متكررة معانا في البرنامج، لأن هي بتشتغل على تقوية ضربات الرجلين في الأربع عمات. هنلاقي فيها دريلات كتيرة قوي، وهنعمل فيها تستات برضو على عماد. ولكن قبل ما نبدأ وقبل ما اتكلم في التمرينة بتاعت النهاردة، انا حابب اقول لكم على معلومة مهمة جدا. انا في اول اي تمرينة لازم اقول لك على نصايح تكون متابعها علشان توصل بافضل نتيجة وافضل مستوى للمتدربين اللي معاك. مهم جدا ان المتدربين اللي معاك يكونوا رقم واحد اتعلموا الاربع عمات واخدوا الهاي تكنيك، وفاهمين يعني ايه سباحة، وعارفين يعني ايه مهارات السباحة، وعارفين يعني ايه دريلز، وعارفين الهاي تكنيك كمان، وانت اشتغلت معاهم على الكلام ده. واحنا بنحاول بقى دلوقتي ان احنا نطور مهارات السباحين. عايز اقول لك على المعلومة التانية المهمة جدا، ان احنا بدأنا نحط احمال تدريبية، فضروري جدا يكون السباح عمل كشف دوري، وعرفت قدراته البدنية هل تستحمل معاك التحملات، ولا هيأثر عليه مثلا بتأثير سلبي. دي برضو نقطة مهمة جدا. النقطة التالتة والأهم، ان احنا قبل اي تمرينة لازم مهم جدا ان السباح يعمل احماء، تمرينات بره المية، بيعمل اطالات واسترتشات للعضلات، وبيحرك المفاصل تجنبا لأي إصابة او اي تقلص او حاجه يعني تاثر عليه بتاثير سلبي. هنتكلم النهارده عن التمرين. تمرينه طويله شويه بس برضو مفيده ومهمه جدا. احنا قلنا ان كل تمرينه عباره عن مجموعات اساسيه، والمجموعات الاساسيه جوه منها مجموعات فرعيه. فاحنا عندنا الورم اب، البري مين، المين سيت، الريكفري، والتوتال. النهارده عندنا الورم اب عباره عن 400 متر حره. بدانا نحط مجاميع او رقم توتال. هيبدأ البرنامج يشد واحدة واحدة. لو انت متابع انا هعمل لك ان شاء الله بلاي ليست بتكلم فيه عن جميع التدريبات او جميع المهارات، سوري، الليفلات والتمرينات اللي هي من اول تمرينة واحد لغاية تمرينة 100. برضه علشان نقدر نوصل بمستوى السباحين من من تمرينة واحد لتمرينة 100. ده برنامج اعداد عام خاص بالناشئين، من اول فئة 11 سنة الى فئة 15 سنة. التمرين النهارده عبارة عن ورم اب، هو 400 متر. 400 متر يعني رايح جاي 16 مرة. في ال 16 مرة السباح بيكون عنده طبعا في الأول ستارت، بعد كده بيكون عنده 15 ستريم لاين. السباح بيكون عنده الترنات. مهم جدا إن السباح يكون شغال على الترنات بشكل كويس. الدخول بتاعه قبل الترن اتفرج على السحبة بتاعة الدراعين، اتفرج على الفليب بتاعه مظبوط ولا لأ. دخول الرجلين لازم يكون بشكل انسيابي. الزقة بتاعت الستريم لاين لازم السباح يزق برجله الاتنين، بيعمل جلايد بعد الزقة، بعد كده بيعمل كيك دولفين، بعد كده بيطلع البريك اوت بتاعه من غير نفس او الكاتشين. في الورم اب مهم جدا ان السباح يكون شغال وهو مرتاح، حرك عضلاته، بيركز شوية، بيطلع بقى خارج نطاق الحياة العادية، وبتركز معاه في الحياة أو في المية، في الوسط المائي. فال 400 متر دول مهم جدا إنه السباح يعملهم بشكل كويس. يشتغل في مجاميع دائرية، يعني بيعمل سيركل، وهبقى أعمل لكم فيديو إن شاء الله ليه بنخلي السباحين يعوموا سيركل. السباح اول ما بيخلص 400 متر بعد كده بنخش على البري مين. الاهداف بتاعه التمرينه بتكون مهمه جدا، نركز في التمرينه دي بالاخص يا شباب. تمرينه رقم 13 انا ساعات كده بحس ان هي يعني الرقم لوحده محتاج شويه تنظيم. نكمل ابطال على التمرينه. عايز اقول على حاجه مهمه جدا، ان السباح لازم يكمل ال 400 متر بتوعه، بعد كده بنخش على البري مين بتاعه. البري مين عبارة عن 200 متر 4 في 50 كيك اون سايد، 25 رايت سايد بلس 25 ليفت سايد ويز فانز. سباح بيلبس الزعانف وبيعمل سايد ستروك، يعني بينام على جنبه، دراع بيبقى مفروض نايم عليه والدراع التاني على رجله، وبيشتغل ضربات رجلين جانبية، وهو رايح على الاتجاه اليمين وهو راجع على الاتجاه الشمال. يعني الاتجاه اليمين بيكون حاطط ايده اليمين وبيكون نايم على جنبه اليمين، مش جنبه اليمين اللي بره المية، عشان دي فيها خلاف كبير قوي. واخر كلام قلناه ان سايد يمين يعني نايم على يميني، سايد شمال يعني نايم على الشمال. السباح مش ضروري ان هو يروح يمين ويرجع شمال، بس المهم ان هو يروح باتجاه ويرجع بالاتجاه الاخر يعني. وانا بالنسبه لي بفضل لما بوقف على حمام السباحه اخلي السباحين هم رايحين وشه باصص لي، وهو راجع برضه بوشه باصص لي، وشه باصص لي، فتلاقيه هو رايح يمين وهو راجع شمال فبرضه بيبص لي. طيب، 4 في 25. الراحة بتاعتك هنا مش مذكورة في البريمين، يعني الراحة ما بتبقاش كتير، بتبقى بس تعديل على التكنيك، معلومة وتثبيت مهارة، تصحيح خطأ.
بتقول للسباح كويس لو ما عندوش اي مشاكل. بعد كده نخلي السباحين بقى زي ما هم بالفانز، مش هيقلعوها لان المجموعه اللي جايه فيها فانز. المين سيت عباره عن 800 متر، احنا مسمين المجموعه دي كيلر كيك اند سكالينج، اللي هي رجلين قويه جدا، رجلين قاتله. فعندنا اول مجموعه يعني هو البريمين مقسومه على 4 مجموعات على الرجلين، 4 مجموعات على الرجلين. فالمجموعه الاولى، ركزوا معايا يا شباب، اندر ووتر دولفين كيك 150 متر، 6 في 25 ستريم لاين اندر ووتر دولفين كيك with fans no breathing if you connect fast freestyle to wall rest 20 ثانية. لو ما كملتش المسافة بتاعتك للآخر، أقول لك أنا 25 عندنا 6 في 25 يعني كل 25 متر بنقف، بنعمل ضربات رجلين أندر ووتر، إحنا عايمين جوه المية، بنعمل كيك دولفين بالفانز. ال 25 متر المفروض مطلوبة كلها. والله أنت سباح عملتها كلها خير وبركة، ما عملتهاش كلها وطلعت في النص، فلما بتوصل للمسافة بس طبعا مش أقل من النص، تمام، بتطلع تعوم حرة فري ستايل للحيطة أسرع حاجة عندك. كونكت فاست فري ستايل تول، بتوصل أسرع حاجة. الريس بتاعك 20 ثانية وبنكرر. الفكرة بتاعتها إيه؟ إحنا بنعمل تحملات كده، بدأنا نشتغل على تحملات النفس ان ايروبيك، تمام. بيبدأ يشتغل السباح، بنعلي كفاءة الرئتين عنده والجهاز التنفسي أثناء الحركة، نبدأ نشتغل على تمرينات قوية جدا بتحاول إن هي تأهله لأفضل النتائج. لأن بعد كده احنا بنشتغل سبرنتات. طبعا سباح عمل معاك 25 متر اندر ووتر ستريم لاين، لما تقول له اعمل ستريم لاين صح في ال 50 متر مثلا اللي هو القانوني 15 متر، مش بعد ال 15 متر، فهيبقى الموضوع بالنسبة له سهل جدا لأن هو اوريدي اتمرن عليه. نعمل 25 الأولى، 25 التانية، وهكذا لغاية لما نخلص ال 25 الستة في 25. بنخش على المجموعة التانية، عبارة عن كيك أندر ووتر أون بورد. طيب 4 في 50 كيك أندر ووتر ويز بورد، 50 فاست، 50 إيزي، ريست 20 ثانية. سهلة جدا دي يا شباب. احنا بنعمل 4 في 50. عندنا أندر ووتر يعني رجلية غرقانة، برضو بالزعانف، رجلية غرقانة جوه المية، اشتغل ضربات رجلين هو ما ذكرش بالزعانف ولا لأ، بس مش مشكلة، ممكن نشتغل بالزعانف. بس الفكرة ان بتقول للسباحين كلمة سهلة قوي بتعبر عن التمرينة، بتقول مش عايز اسمع صوت رجلك يا بطل، رجلك جوه المية. رجليهم تبقى جوه المية، برضو بيبقى فيها جزء من التحملات. نشتغل ضربات رجلين اندر ووتر وهو رايح، تمام. احنا عندنا 4 في 50 فمقسومين الى 2 و2، واحدة فاست وواحدة ايزي. فاست يعني قوية جدا، الايزي يعني عايم برضو ايه، الشدة بتاعته خفيفة، مش متوسطة ولا قوية. الريست بتاعك 20 ثانية، تمام. ده بالنسبة للمجموعة التانية اللي هي عبارة عن كيك اندر ووتر اون بورد، على البورد. المجموعة التالتة عندنا سكالينج كومبو، يعني مجموعة سكالينج. 8 في 25 سكالينج، 25 فرونت هيد اب فاست كيك اند 25 باك سكالينج فينيش سكالينج. عايز اقول لك الريست بتاعها 15 ثانية. 8 في 25 دول يعني سباح بيروح يجي 8 مرات، تمام. السكالينج عبارة عن 25 فرونت هيد اب يعني راسه بره المية. هو يعني هي شرحة نفسها، مسميات كلها سهلة يعني. راسه بره المية، هيد اب يعني راسه عالية، الفرونت يعني على وشه، الفاست كيك يعني ضربات رجلين قوية، ويفضل بقى ان دي تكون من غير زعانف. والسكالينج يعني ايديا بتعمل سكالينج هيد اب، صعبة شوية على الرجلين، بس يعني الهدف بتاعها بيكون قوي جدا يعني. بنشتغل 8 في 25. 25 بتكون فرونت وال 25 بتكون باك، نفس السكالينج ايدي جنبي اللي هي بنقول عليه فينيش سكالينج، او بنقول عليها فينينج سكالينج، او بنقول عليها باك سكالينج. مسمياتها كتير، بس السباح بيبقى نايم على ظهره، ايده شغاله جنب جسمه، واشتغل ضربات رجلين، مظبط الهيد بوزيشن، مظبط البادي بوزيشن، دراعاته شغاله مع رجليه، بس ايديه ما بتطلعش بره الميه. 8 في 25 الراحه بتاعتك 15 ثانيه. هنخش على المجموعة الرابعة، سايد كيك اندر ووتر 250 متر، فهي عبارة عن 5 في 50، 25 اندر ووتر دولفين زائد 25 متر. ركز معايا بقى في اللي جاية دي يا بطل. 12 ونص رايت سايد زائد 12 ونص ليفت سايد كيك ويز 1 ارم سويم، ريست 20 ثانية. يعني هي المجموعة دي فيها خلاف، يعني هي مش دريل، هي رجلين، تمام. هتشتغل 25 متر
اندر ووتر دولفين زي اللي اشتغلناها فوق. تمام. بعد كده ال 25 اللي بعديها طبعا برضو لو طلعنا قبل ال 25 بتشتغل 15 متر حرة بتكمل فينش قوي. طيب ال 25 اللي بعديها بتعمل ايه؟ بتعمل 12 متر ونص سايد نايم على جنبك بس شغال وسط دولفين، سايد كيك دولفين. تمام. ال 25 اللي بعديها ال 12 متر وبعديها، يعني ال 25 الاولانيه كامله، 25 الثانيه عباره عن 12 متر ونص و12 متر ونص. 12 متر ونص الاولى سايد كيك على الدولفين رايت، وال 12 متر ونص اللي بعديها ليفت سايد كيك على الدولفين نفس الكلام. تمام. بتبقى 4 في 50 والراحه بتاعتك 20 ثانيه. مهم جدا ان الكابتن يكون متابع السباحين ويفهمهم ايه الفرق ما بين التكنيك وايه الفرق ما بين التكنيك والفرق ما بين الدريلز. في نقطة في المجموعة اللي فاتت معلش انا فوتها مش عارف ليه، اللي هو عشان تنقل من السايد كيك رايت الى السايد كيك ليفت، فانت بتعمل 1 ارم سويم، يعني بتعمل دراع وبتنقل. قايم وسط دولفين يمين بتعمل دراع وبتنقل. هتبقى سهلة جدا للسباحين وهتبقى سهلة جدا للكابتن برضو ان هو يشرحها. انا شخصيا في اوقات بنزل اطبق التمرينات دي على نفسي علشان ابقى فاهم التمرين بيعمل ازاي، وبحس جدا بالسباح وعارف افضل اداء كويس ولا بيبقى في حد بيلعب، في حد بيهزر، في حد عايز يطلع افضل نتيجة. متابع جدا مع السباحين وهم قايمين ببقى حاسس ان انا قايم معاهم. مهم جدا برضه بطل ان انت ككابتن واقف لازم تكون متابع السباحين اللي معاك، عايز تطلع افضل نتيجة تقول لهم ركزوا على الرجلين عشان ضربات الرجلين دي هتأهلك ان انت يبقى مستواك يبقى كويس، ادائك هيتطور. لو انت بتتخيل ان انت مثلا عايم ال 800 متر دول رجلين بس، فلما تيجي تعوم العومه كامله يبقى ادائك عامل ازاي؟ فالتمرينه دي هتلاقيها بتتكرر في البرنامج كتير ان شاء الله. النتيجه بتاعتها او الهدف بتاعها بيكون واضح وبيكون ليه تأثير من اول مره. بعد كده بنخش على الريكفري، عباره عن 100 متر باك دبل باك كيك بريست. قلناها قبل كده، بشتغل بايديا الاتنين باك وانا بزق بايديا بعمل كيك بريست على الباك، بتنفس كويس، بهدي فيها كول داون علشان اتجنبا للاصابات او الشد العضلي. التوتال بتاع التمرين 1500. هو تمرين النهارده قويه بس قليله، يعني فيها تمرينات كتيره، فيها تنوع جامد، بتوصل بالسباح ان هو بيبقى فاهم قوي في كل العومات، قادر يتجاوب معاك في كل مهارة انت بتديها له او في كل مجموعة انت بتشرحها له. مهم جدا برضو ان الكابتن يقدر بقدر الامكان، التمرينة دي طويلة علشان ما الوقت ما يخلصش منك والتمرينة تكون لسه في حالها. حاول يا كابتن على قد ما تقدر يكون الشرح بتاعك سريع وواضح. تابعني الفترة اللي جاية علشان كل يوم ان شاء الله انزل لك تمرينة في برنامج الاعداد العام، هنخلصهم بامر الله مع بعض، وهنوصل ان احنا بعد كده نشرح الاعداد الخاص، واقول لك تعمل ايه قبل البطولة عشان توصل بالمستويات اللي معاك. السباحين اللي معاك يبقى مستوياتهم كويسة جدا. لو وصلت هنا وما عملتش متابعة يا ريت تعمل متابعة وسيب لي كومنت وقول لي السباحين اللي معاك بتمرن في كام سنة وبتمرنهم فين، الاسامي بتاعتهم عاملة ازاي، لو عندك كسور في اي حاجة، عندك مشكلة في حاجة، عندك تعليق، اكتب لي وهتلاقيني ان شاء الله هرد عليك في اقرب وقت. شكرا يا شباب واتمنى لكم التوفيق ان شاء الله.